أسرار ممنوعة داخل جمهورية حمدي ووفاء، فيديوهات لمراته وبنته باشتراك شهري، وشقق في تركيا ودبي وأمريكا. عرض أسره للبيع ب 160 مليون دولار، وأرباحه السنوية أكتر من 5 مليون دولار. ورجل أعمال طلب منه فيديو لمراته وهي بتغسل السجاد. أسرار ممنوعة من داخل جمهورية حمدي ووفاء، من زوجين فقر عايشين في شقة وأوضة وصالة لأغنى كابل على اليوتيوب في مصر. الأيام الأخيرة حمدي ووفاء اليوتيوبرز طلعوا ترند بسبب هجوم كبير عليهم بعد ما حمدي عمل حاجة اسمها اونلي فانز، ونزل 16 فيديو لمدام وفاء وبنتها باشتراك شهري. يعني علشان تشترك وتتفرج على مرات أستاذ حمدي بشعرها هتدفع 350 جنيه، بس لو عاوز تتفرج على بنتهم بس بشعرها برضو هتدفع 25 جنيه علشان لسه صغيرة وكده. والمفاجأة بقى لو عاوز تتفرج على يوميات وفاء من غير حجاب والروتين اليومي بتاعها بتدفع 750 جنيه. الموضوع مريب وبيستدعى تدخل فوري من الجهات الأمنية للتحقيق في محتوى حمدي ووفاء، واللي طريقة الدعاية ليه بتمثل إهانة كبيرة لقيم الأسرة المصرية. وده كان كلام كتير من المحامين اللي طالبوا بالتحقيق من الكابل المشهور ومصادرة ممتلكاتهم. ولكن حمدي عامل حسابه واتقال إنه هرب هو وأسرته بره مصر بفلوسهم أول ما بدأت الحملة الأمنية على التيك توكرز واتفتحت قضايا غسيل الأموال والإتجار بالبشر. وناس كتير أكدت إن حمدي ووفاء هربوا من مصر لأن الفلوس اللي بيغسلوها حجمها كبير، وده بيعرضهم للمساءلة القانونية. وناس تانية من جمهور السوشيال ميديا طالبوا بمحاسبتهم لأنهم بيوهموا الناس إن مهنة البلوجرز بتعمل ثروات، وده مش حقيقي لأن مصدر الفلوس مش بس يوتيوب، ده غسيل أموال. لكنهم كانوا سبب في تشجيع الشباب والبنات على تقليدهم بعد ما شافوا حجم ثروتهم. دي إشاعات. الكابل اليوتيوبرز حاولوا يهدوا الناس، وطلعت وفاء ترد على خبر خلعها الحجاب وقالت: ما حصلش، أنا لسه محجبة، ولكن الفترة الجاية ههتم بشعري أكتر وهقول لكم روتين شعري لأن شد الطرح على شعري بوظه. ورغم إن ثروة حمدي ووفاء مش كلها من اليوتيوب وفي مصادر مجهولة لثروته، خاصة الثراء الفاحش اللي ظهر بيه من قصور وفلل وشقق بره مصر في تركيا ودبي وأمريكا، وعرض قصره للبيع ب 160 مليون جنيه، ده غير المطعم بتاعهم وبزنس تاني كتير في العقارات. وكل ده في أقل من 3 سنين. لكن اليوتيوب لوحده كان راس مال حمدي ووفاء، وده لأنهم بياخدوا على 1000 مشاهدة ب1 دولار. يعني الحد الأدنى الفيديو 11 مليون مشاهدة هو 11,000 دولار أو أكتر، بما يعادل 180,000 جنيه، ده غير باقي الفيديوهات الكتير جدا، يعني ملايين. موقع يوتيوبرز كشف بنفسه عن أرباح قناة يوميات حمدي ووفاء الشهرية، واللي وصلت في إبريل ل 36,000 دولار، وقبله شهر مارس 40,500 دولار. ولو شفنا قائمة أرباح حمدي ووفاء هتلاقي إن أعلى أرباح حققوها 86,500 دولار، وده معناه إن أرباحهم قلت النص في شهر إبريل. يعني من 4 شهور بس وصل حمدي ووفاء لأقل مستوى أرباح، وخسروا مشاهدات كتير جدا، خاصة من بعد الحملة الأمنية على التيك توكر. وده اللي خلى حمدي ومراته وبنته يلجأوا لحيلة الاشتراكات الشهرية ويعملوا تصنيف فيديوهات مخصصة لأقارب الدرجة الأولى والتانية والتالتة، وعلى حسب تمن اشتراكك بيتم تنصيفك في غرفة من غرف حمدي السرية، واللي بيعرض فيها فيديوهات خاصة لمراته وبنته. قناة يوميات حمدي ووفاء اللي بدأت من 25/2/2018 بتحقق 1.21 تقريبا لكل 1000 مشاهدة، وعندهم 920 مقطع فيديو على يوتيوب، وحقق مشاهدات 4 مليار و344 مليون مشاهدة. ووصل عدد المشتركين في يوميات حمدي ووفاء ل 9,570,000 بدخل شهري 84,300 دولار. ولحد النهاردة حمدي ووفاء مهددين بخسارة مشاهدات أكتر، وموضوع الغرف السرية مش هتكون كافية لإنقاذ قناتهم. وعلشان كده هنكون على ميعاد ترند جديد لحمدي ووفاء لرفع نسب المشاهدة.